السلام عليكم الإخوان، نهاركم مبروك. كما عرفت اليوم الناخب الوطني أعلن عن اللائحة النهائية التي سوف تخوض نهائية كأس العالم بقطر. كنظن أن هذه اللائحة هذه أو هذه التشكيلة هذه تم الاتفاق عليه من طرف الجميع بما فيه الجمهور، لأن ملي كان خليل زيدش على رأس المنتخب كان الجمهور كينادي بتعيين وليد الركراكي، فاستجابت الجامعة بتعيين وليد الركراكي. جاء وليد الركراكي فجاء بتشكيلته بدون حمد الله، فالجمهور نادى بحمد الله فاستجاب المدرب الآن عبد الرزاق حمد الله في نهائية كأس العالم. كنظن أن التشكيلة يعني حسينا بها بأنها تشكيلة يعني مثالية الآن، وبالخصوص بعد ما طعم يعني الناخب الوطني المنتخب بعناصر من البطولة الوطنية، وهذا شيء جميل لأن لأول مرة يعني كتعين بعض اللاعبين من البطولة الوطنية، لأن في السنوات الأخيرة كان المنتخب كيعتمد على العناصر المحترفة في الدوريات الأوروبية وكيهملوا اللاعبين ديال البطولة الوطنية، رغم أن في البطولة الوطنية كاين اللاعبين. وآخر المثال هي التشكيلة ديال 86، لأن يعني البطولة الوطنية راه كتعطي يعني لاعبين في المستوى. إلى عقلتوا يعني التشكيلة ديال 86 تشكيلة مثالية، يعني جوج اللاعبين اللي كانوا محترفين في ذاك الوقت، يعني جوج الأخوت ميري كريمو وميري مصطفى. الباقي من الحارس بدو الزكي، خليفة، دمريس، البياز، البويحياوي، الظلمي، الهداوي، بودربالة، حسينة، عبد الرزاق، خيري. يعني جميع اللاعبين كانوا في البطولة الوطنية. يعني البطولة الوطنية في السبعينات وفي الثمانينات حطت واحد يعني اش غنقول لك، واحد المستوى يعني عالمي. فتشكيل ديال 86 رغم انهم لعبوا مع ضد المنتخبات القويه في اوروبا، بولونيا، البرتغال، انجلترا كانت كتظن ان المغرب غتربحوا بواحد الحصه كبيره، ولكن المغرب في المقابله كان هو اللي كان كيتحكم في المقابله. كانت انجلترا قاب قوسين او ادنى من الانهزام، والبرتغال ربحها المغرب 3-1. يعني راه أول دولة عربية وإفريقية كتأهل إلى ثمن النهائي هي المغرب. يعني هذا يدل على أن البطولة الوطنية خصها واحد الاهتمام. يعني اللاعب ديال البطولة الوطنية راه يقدر يعطي أكثر من اللاعب المحترف. كاين بعض المحترفين كيجيو للمنتخب ما عندهمش المستوى، يعني بكل صراحة نقولوا نكونوا واقعيين. وكاين بعض اللاعبين للأسف الشديد في البطولة تعرضوا للإهمال. ولهذا فهذه النقطة هذه اللي دار وليد الركراكي أنه طعم المنتخب بعض اللاعبين من البطولة شيء جميل. يعني كنتمنى الأسود إن شاء الله غادي يعيدوا الأمجاد ديال الأسود إن شاء الله، رغم أن الخصوم يعني في من العيار الثقيل، يعني بلجيكا وكرواتيا، يعني منتخبات معروفة على الصعيد العالمي، مدججين بلاعبين محترفين بنجوم عالمية. والكندا كذلك لا تقل أهمية. ولكن كنظن أن المغرب بهذه التشكيلة هذه إن شاء الله غادي يقول الكلمة ديالو. كنطلب الله سبحانه وتعالى المنتخب يكون عند حسن ظن الجمهور المغربي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.